رسالة القوانين الوضعية يذهب إلى ما نقول ونسطر بحمد الله عز وجل، ونحن استفدنا من علمائنا. نحن ما نفتعل، نحن ننقل ما نأتي بتقولات من رؤوسنا. لو كنا نأتي بتقولات من رؤوسنا لسنا بالسلفيين، إنما سمينا بالسلفيين لأننا نأخذ ما نقوله وما نسطره وما نرجحه عن السلف الصالح رضي الله عليهم. ومساكين بعض أهل السنة يتأثر بالإعلام، رأى كلمة هرب صدق، نهرب من جاهل مغمور غير معروف، الله أعلم أنه يعني كما قلت لكم اسمه كذا ولا كذاب، لأن أهل البدع يستحلون الكذب. إلا ما نحن الحمد لله هذا قول نقوله له مسطر في كتبنا. قد درسنا كتاب فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد مرتين، والكتاب منشور من 10 سنوات، وموجود في كتابنا شرح كتاب التوحيد ودرسناه في دماج، والمطبوع منشور منذ 10 سنوات. وهكذا موجود في كتابنا البدر التمام ببيان آيات الأحكام وهو مطبوع، وموجود في كتابنا القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، قد مررنا عليه في حال تدريسنا وطبعت منه المجلد المتعلق بهذه الحيثية. يعني نحن ما نقول عن جهل، قولنا صادر عن علم ولا عن تقليد بحمد الله عز وجل. نختار القول الذي نراه يقربنا إلى الله من أقوال السلف بهذا القيد، نختار القول الذي نراه يقربنا إلى الله من أقوال السلف. أما قول أحدثه أنا من نفسي هذا ما عادها سلفية هذه. فأخواني إن شاء الله أنهم على بينة من هذا الأمر ولا يفضحون أنفسهم. قد كفروا علي بن أبي طالب. أما أنا لما يقولون جهمي، انظر إلى هذه المسألة، يسألك شيخنا كيف حالك شيخنا، ويبجلك ويطلع وينزل في الأخير جهمي. لماذا تتصل لجهمي؟ لكن هم يعلمون أننا على خلاف طريق الجهمية. نحن الذين نهين الجهمية ونهين الرافضة ونهين الأخوان المسلمين ونهين داعش ونهين القاعدة ونهين السرورية بفضل الله عز وجل. هو الذي أعاننا، هو الذي أيدنا، هو الذي نصرنا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فرحمة الله لنا أن علمنا ما لم نكن نعلم، ورحمة الله لنا أننا نخصم أعداءنا بفضل الله عز وجل بالحجج القويمة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولسنا متخفين بمنهجنا، منهجنا نصدح به من على المنابر وفي الكتب وفي الدروس. ما نحن مثلهم، ما نحن مثلهم. يأتي يسمي نفسه باسم الله أعلم هو اسم ولا اسم شيطان من شياطين الإنس. أما نحن معروف مشهور عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعقري، كل كتبي هكذا. والله حتى في دماج لما ألفت كتاب توجيه المسلمين إلى الطرق الشرعية في التعامل مع الخوارج من أصحاب تنظيم القاعدة والرافضة الحوثيين، كان بعض إخواننا يألف كتاب ويذهب يكتب ينسب نفسه للجد العشرين، وأنا هكذا كتبت عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعقري، النسب العام والنسب الخاص. ولا والله أتهيب لا من رافضي ولا من داعشي ولا من قاعدي ولا من أحد، فضل الله عز وجل. ونهينهم بالحجة والبرهان وبالسنة والقرآن وبمنهج السلف الكرام والأئمة الأعلام. وهكذا عبد الله الجربع والله تهيب كثير من الأخوة من الرد عليه، حتى وفقني الله وبطحته، كنت أصبحه وأمسيه. انتهى الجربع. هذا هو. بارك الله فيكم. دعوتنا ما تتهيب. سمعت الشيخ مقبل رحمه الله مرة وهو يقول لما قيل له بأن زوج ابنته ذاك محمد بن موسى البيضاني ألف فيه كتاب، دعوة يهزها كتاب ليست بدعوة. أنا بفضل الله ما أتهيب. فلان قال فيك يقول ما أتهيب، لأنه إذا كان يرفعني كلام فلان ولا يضعني كلام فلان ما عادني على خير. يرفعني الله بالتمسك بالكتاب والسنة، والذي يضع هو الله إذا انحرفنا عن الكتاب والسنة، ونسأل الله الثبات حتى الممات. أما قناة يوتيوب تتكلم فيك جهمي ولا كذاب ولا تكون كم من الناس. مرة ذهبت الجزائر دعوة ويسر الله عز وجل فيها فترة، وروحنا البلاد إلى دماج، وبعدين كتبت بيت شعري يتناقله العلماء ويتناقله الأدباء ويتناقله الناس، يعني إلى أخ كان معنا وهو الذي نسق الرحلة إلى الجزائر، حمزة. فقلت في بيت شعري وتفقدهم عيني وهم في جفونها ويفقدهم قلبي وهم بين أضلعي،
وإذا به يسرب البيت إلى بعض البرامكة ويقولون هذا البيت لو كان في الأغاني للأصفهاني لقلنا لكن أن يصدر من عبد الحميد. بيت شعري نستدل به، وهم ذهبوا يأولون على معنى في أنفسهم. كم من أبيات شعرية لامرؤ القيس فيها غزل ويستدل بها الناس، كم من أبيات شعرية لقيس بن الملوح يستدل بها الناس. ما فيها شيء الاستدلال أو سوق على المثال أو تعبير لما في القلب تجاهكم. لماذا ما ذهب يأول البيت إلا على أني أقصد نساء الجزائر؟ ذهب الناقل وأصبح